السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. مش هتشتري عيش تاني من بره ابدا. هقولك طريقة تعمليها في البيت وكمان من غير الفرن بتاعت الخبيز. طريقة سهلة جدا، وهتعمليها على البوتاجاز من فوق، وفي حوالي ساعة هتكوني عملتي اكبر كمية عيش بأمر الله. اللهم بارك، طعمه جميل ونظافة، ومش عايزة اقولك ممكن تاكليه حاف اصلا من غير اي حاجة من كتر ما بجد طعمه حلو. وكفاية انك خبزاه في بيتك وده من نظافته كويس جدا، وكل المكونات اللي فيه سهلة جدا، وتقدري تعملي كمية وتخزنيها عندك في الفريزر. فتحت لكم واحد عشان تشوفوا من جوه، ما شاء الله طري جدا وجميل. نقول بسم الله ونبتدي مع بعض. دي كل المكونات اللي هستخدمها. معايا معلقة خل، ورشة ملح صغيرة، معلقة صغيرة بيكنج باودر، معلقة كبيرة سكر، ومعلقة كبيرة خميرة فورية، ومعايا 4 كوبايات دقيق متعدد الاستخدامات او اللي هو بتاع المعجنات، وكمان معايا معلقة كبيرة لبن بودرة، وتقدري تستغني عنها لو مش حابة تستخدميها لو مش متوفرة، لكن لو متوفرة عندك حطيها، بتخلي طعم العيش احسن، وكمان بتبقى ريحته جميلة جدا. هنبتدي بقى نعجن بسم الله. هنخل الدقيق، دايما اي معجنات تستخدميها لازم تنخلي الدقيق. حطيت كوباية ودي التانية، كده 3، ودي رابع كوباية. هنزل بكل المكونات وهقلبهم ما عدا الخل والخميرة، دول هركنهم على جنب مش هحطهم دلوقتي. قلبت كده كل المكونات مع بعضها الجافة، وبالنسبة للخميرة حطيتها في قلب مية دافية. وبعد ما قلبت كل المكونات الجافة مع بعضها هحط الخميرة في حوالي كوباية مية، وكمان هنزل بمعلقة الخل وهقلبهم كلهم مع بعض. وهبتدي ان انا انزل بالمية، ما تنزليش بالمية مرة واحدة، انزلي بالتدريج شوية بشوية. انا دلوقتي بقلب بالمعلقة لحد ما احس ان الدقيق ابتدى ان هو يتلم معايا شوية بشوية، وبعد كده هبتدي ان انا اعجن بايدي. محبتش ان انا البس جوانتي لانه للاسف وانا بعجن بيه بيكون بيلزق معايا في قلب العجينة، فمش بعرف ان انا استخدمه، فبفضل ان انا اعجن بايدي افضل. رشيت شوية دقيق على الرخامة، وهبتدي ان انا اعجن العجينة واديلها حقها كويس في العجن. كده العجينة اخدت حقها كويس في العجن. هبتدي ان انا المها واحطها في قلب البولة تخمر براحتها. هغطيها واسيبها ترتاح براحتها. وكده خلاص العجينة اختمرت معايا. انا سبتها حوالي نص ساعة، انا مش هسيبها كتير عشان كده كده لسه هسيبها تختمر تاني بعد ما اقطعها. ما شاء الله ملمس العجينة كويس جدا لان اخدت حقها في العجن. انا دلوقتي هقطعه كور واسيبه يرتاح. الكور هتعمليه على حسب حجم الرغيف، لو انتي عايزاه كبير او صغير. طبعا ممكن تصغريه عن كده شوية، وكل ما تصغريه هيديكي عدد ارغفة اكتر، وده يرجع لمقاس الطاسة او الصينية اللي هتسويه فيها. ال4 كوبايات دي اعملوا معايا 10 ارغفة، حجمهم متوسط. دلوقتي خلاص انا قطعتهم، هسيبهم يرتاحوا حوالي 5 دقايق، وبعد كده هرجع ان انا اشتغل فيهم. ما شاء الله كده اختمروا شوية. هجيب رشة دقيق بسيطة وهفرد عليها، لان انا هفرد بالنشابة فممكن العجين يلزق فيها. هعمله زي كورة كده، واحاول الحتة اللي هتلم منها تكون من تحت. هفرده كده بايدي شوية، وبعد كده هفرده بالنشابة. وممكن تستغني عن النشابة خالص وتفرديه بايدك. حاولي ما ترققيش الرغيف عشان ينتفخ معاكي بسهولة اثناء التسوية.
كده خلاص فردت الرغيف. هبتدي ان انا اجيب مناديل مطبخ عادي واحط عليها الرغيف، وممكن تجيبي اكياس وتفرديها عليها بدل المناديل. انا ليه بعمل الخطوة دي؟ عشان لما بسيب الارغفة ترتاح مرة تالتة، يعني انا بعد ما هخلص فردهم كلهم هسيبهم ان شاء الله يرتاحوا شوية، حوالي ربع ساعة قبل ما ابتدي ان انا اسويهم. والافضل بلاش تعملي مناديل، خليكي في الاكياس، يا اما ترشي كويس جدا على المناديل دقيق، وده طبعا هيكلفك، فخليكي في الاكياس افضل، لان المناديل لو ما كنتيش رشه كويس دقيق ممكن العجين يلزق في قلب المناديل. لو انتي متمكنه كويس ممكن تستغني عن المناديل وعن الدقيق الاكياس، واللهم صل على سيدنا محمد، تشيليهم بايدك على طول وتحطيهم في قلب الطاسه. لكن انا بعمل الحركه دي عشان اسهل ان اي حد مش متمكن ان هو يشيل بيهم العيش من على الرخامة ويحطها على الطاسة على البوتاجاز، ما يتبهدلش منه الرغيف، يفضل مفروض زي ما هو كده. انا خلصت كل الكمية، وهبتدي ان انا اريحهم شوية قبل التسوية، وهغطي وشهم بحاجة نظيفة. ممكن تغطيهم بمناديل مطبخ او باكياس، او زي ما انا عملت كده حطيت مناديل ومن فوقهم حطيت قماشة نظيفة. وكده خلاص بعد ما عدى ربع ساعة ابتديت ان انا اسويهم. انا بحط الرغيف على طول ومش بخليه ياخد وقت، وبقلبه، يعني شايفين مش بياخد لون حتى عشان يتنفخ معايا بسهولة. وطالما سبتيه يرتاح شوية قبل ما تسويه ان شاء الله بإذن الله كل الأرغفة هتتنفخ معاكي وتكون جميلة. انا بحب اسويهم في حاجة تكون تيفال او جرانيت، بحيث ان لا قدر الله ما يلزقش مني. ولو مش متوفر ده او ده، ممكن تجيبي الصاجة اللي هي بتكون في الفرن وتحطيها على عين البوتاجاز من فوق وتسوي عليها. وفي طريقة تانية للعيش ان شاء الله برضو هجربها معاكم، بس الطريقة دي بجد جميلة جدا والله، وانا شغالة وما شاء الله ما شاء الله ريحة العيش بجد كانت حلوة قوي، وما اخدش معايا وقت خالص ما شاء الله. وكمان انا لحقت ان انا ادي منه للاولاد وهم رايحين المدرسة سندوتشات. وكده خلاص اللهم بارك اكون خلصت كل الكمية اللي انا عملتها من 4 كوبايات دي ما شاء الله. مليت صينية عيش تفطري بقى منها الصبح، مش عايزة اقولك ما شاء الله، كفاية انك بتكوني واقفة شم ريحة العيش الجميلة وتاكليه سخن كده وتشوفيه قدامك وهو بينتفخ، بجد ما شاء الله. تقدري طبعا تعملي كمية كبيرة وتشيليها عندك في الفريزر وتطلعي منها حسب الطلب. ده ما شاء الله حجم الرغيف، يعني ما شاء الله حجمه حلو ما شاء الله، كل رغيف اجمل من التاني، طري جدا اللهم بارك. ولما بتفتحيه من جوه ما شاء الله بيتفتح معاكي بكل سهولة، شايفة من جوه ما شاء الله مفيهوش اي عجين، وابيض ولونه ابيض كده ما شاء الله وفاتح، بسم الله ما شاء الله جميل. لو حابة انك تخزني منه اعملي كمية ما شاء الله ينفعك، ويسيبيها لما تبرد خالص وبعدين عبيها في اكياس وشيليها في الفريزر. ريحة العيش عجبتني جدا، فقلت وانا واقفة لازم اكافئ نفسي واعمل لنفسي سندوتش والعيش سخن كده. فكان عندي فول متقطع بقى عليه فلفل وما شاء الله كان طعمه جميل، عاملاه برضو في البيت ومنزله لكم الفيديو بتاعه على القناة. وعملت لنفسي احلى سندوتش فول، عيش بيتي وفول بيتي وكل حاجة ما شاء الله في البيت، اللهم بارك ما شاء الله. لما بتعملي كل حاجتك في البيت بتحسي بخير كده ما شاء الله. هنا بقى معلش ما كنتش قادرة استحمل طعمه ما شاء الله اللهم بارك، كان جميل، وتقريبا كنت بفطر معاكم.
ودلوقتي هاخد كام واحد كده اشيله في التلاجة، والباقي هنفطر بيه ان شاء الله باذن الله. وبس كده يكون الفيديو خلص. يا رب ان شاء الله يكون عجبكم. اشوفكم ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد. مع السلامه. ما تنسيش تحطي لي لايك وتشتركي في القناه.